رحم الله العالم الجليل السيد محمد صادق الحكيم قدس الله سره من علماء النجف المعروفين، وابن عم مرجع الطائفة وإمامها آية الله العظمى الإمام السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه ونور الله ضريحه ورزقنا الله شفاعته. هذا العالم العظيم، هذا ابن عمه من علماء النجف، هو سيد محمد صادق الحكيم يحدث بهذه القصة. يقول كان في النجف زقاق لم نسميه احنا زرنوق، طريق صغير. يقول كان يسكن هناك سيد اسمه سيد علي درويش، وهذا السيد طبيعته لسانه بذيء، إذا يمر واحد يؤذيه بلسانه. صار العلماء وطلبة العلم ما يمروا على الزقاق، يروحوا من طرق ثانية حتى لا يؤذيهم بلسانه. زين، جت أيام عاشوراء وجاءت ليلة 10 من المحرم، جاءت ليلة 10، وإذا خطيب من الخطباء في النجف تأخر على أحد المجالس، اضطر يمر على هذا الزقاق، مر على الزقاق ولا هذا السيد له بالمرصاد واقف في وجهه ليلة 10 من المحرم. قال لهذا الخطيب أريدك الآن تقرأ مصيبة الإمام الحسين. قال له يا سيد لا تؤذيني ولا تؤذي الناس، دعني أذهب، أنا متأخر الآن على هذا المجلس، الناس ينتظروني. قال له ما لك بد. يقول أنا عشان أتخلص منه قلت له زين، عادة الخطيب إذا بيقرأ يصعد على المنبر، وانت الآن في الطريق ما عندك منبر أصعد عليه أقرأ. يقول وإذا سبحان الله يضع يديه وركبتيه على الأرض. قال له هذا المنبر ظهري هو المنبر، اصعد عليه واقرأ. يقول أنا حتى أتخلص منه بسرعة صعدت على ظهره، قلت السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مظلوم كربلاء. يقول اعتلى البكاء من هذا السيد اللي كان يؤذي الناس، صار يبكي وينادي وحسين. يقول أنا قرأت مصيبة مستعجلة ونزلت وذهبت إلى المجلس. يقول بعد 3 أيام مات هذا السيد علي درويش. يقول لاحظ يقول سبحان الله، أحد المشايخ أخبرني أنه مات، فقلت نعم لقد ارتاح منه الناس، كان يؤذي الناس. قال هذا الشيخ ولكني رأيت البارحة رؤية كأنه قد غفر له. يقول قلت له شلون؟ حدثني عن الرؤية. قال رأيت في عالم الرؤية البارحة وأنا في صحن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كأنه جيء بميت. يقول أنا ما كنت أعرفه منه، جيء بميت وإذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه واقف في الصح، فنهاهم عن دفنه في صحنه، قال لا تدفنوه وأخرجوه. يقول أخذوه بيخرجوه، وإذا دخل الإمام الحسين صلوات الله عليه من الباب قال أرجعوه أمر الإمام. جاء الإمام الحسين قال يا أبتاه اسمح لهذا الرجل أن يدفن عندك. قال له يا بني مثل هذا لا يدفن عندي، مؤذي للناس مؤذي للعلماء. يقول الإمام الحسين صلوات الله عليه قال لأبيه أمير المؤمنين أبتاه هل ترضى أن يحرق منبري بالنار؟ شايف الأثر البسيط، دقائق مخلي نفسه مثل المنبر للخطيب. سبحان الله، هالأثر البسيط بقى ونال شفاعة الإمام بسبب هاللحظات. هذا هو وجه الله. لا تقول هذا عمل قليل وعمل كثير،
ترى أنت الآن حضورك، أنت الآن بقاء لذكر الإمام الحسين. يعني الإمام الحسين ينظر لك بوجهه وهو وجه الله. لاحظ الإمام الحسين أكرم من أن تتصور، لأن كرمه من كرم الله، ويكفي أنه وجه الله. شاهدنا قال للإمام الحسين أبتا، يقول لأمير المؤمنين أبي صلوات الله عليه، أبتا أترضى أن يحرق منبري بالنار؟ يقول فرأيت أمير المؤمنين يبكي وهو يقول لا يا بني لا أرضى. قال الإمام أمير المؤمنين لا ادفنوه بعد، كرامة لولدي الحسين، دفن في الصحن الشريف. يقول أنا في عالم الرؤيا ما كنت أعرفه، فسألت من هذا الميت؟ فقيل لي السيد علي درويش. يقول مجرد هذا الذي رأى الرؤيا شيخ أخبر هذا الخطيب يدري شنو سر هالكلمة، لأن اللي رأى الرؤيا يقول أنا متعجب شنو معنى هالكلمة من الإمام الحسين لأبي، أترضى أن يحرق منبري بالنار؟ يقول هذا السر اللي ما نفهم منه. لكن الخطيب يحمل السر لأنه صعد على ظهر هذا السيد فصار يبكي بكاء شديدا. قال له أنا أخبرك بقصتي مع هذا السيد، فأخبره أنه صعد على ظهر، وهذا السيد عمل نفسه كمنبر للإمام الحسين. وحسينا وإماما أنت وجه الله يا سيد الشهداء. ولهذا خاب المبطلون وخسر من وقف في وجهك يا سيد الشهداء، ولا يزال يخسر. أنت الباقي، أنت وجه الله. أين يزيد؟ وأين أعوان يزيد؟ أين ابن زياد؟ أين عمر بن سعد؟ أين شمر؟ أين وأين الحسين وأصحابه وأهل بيته؟ هؤلاء في أعلى عليين وأولئك في أسفل سافلين. ولهذا الإمام الحسين بقى